اهلا بيكم في قناه انا وطفلي. هل لاحظتي ان ابنك بيضرب زمايله في الحضانه او في البيت؟ هل بدات تسمعي شكاوي من المدرسه او من مامه صاحبه ان ابنك بقى عنيف؟ ما تقلقيش، لان المشكله دي شائعه جدا وفي نفس الوقت ليها حلول فعاله لو عرفت السبب الحقيقي ورا السلوك ده. في الفيديو ده هنتكلم عن الاسباب الحقيقيه لسلوك الضرب عند الاطفال، وامتى نقول ان الطفل عنيف وامتى يكون مجرد رد فعل طبيعي، وازاي تتصرفي مع ابنك خطوه بخطوه لحد ما يتخلص من العاده دي نهائيا. تابع الفيديو للاخر لان في نصايح هتغير علاقتك بابنك تماما وهتساعدك تربي طفل متزن وواثق في نفسه. اولا، ليه الطفل بيضرب زمايله؟ الطفل ما بيصحاش من النوم يقرر انا هضرب حد النهارده، لكن الضرب بيكون وسيله للتعبير عن حاجه او مشاعر مش قادر يوصلها بالكلام. ومن اهم الاسباب دي قله المهارات التعبيريه او اللغويه، يعني الطفل مش عارف يعبر عن الغضب او الرفض بالكلام فبيعتمد على الضرب كوسيله تواصل. كمان التقليد، لو الطفل شاف ضرب في البيت سواء من الام او الاب او حتى الكرتون هيتعلم ان ده اسلوب تعامل. بعد كده الإحباط والغيرة، الطفل اللي بيتحرم من حاجة أو بيتقارن بطفل تاني ممكن يعبر عن غضبه بالضرب. كمان من ضمن الأسباب اضطرابات سلوكية أو مشاكل في الضبط الانفعالي، لو الطفل عنده نشاط زايد أو صعوبة في التحكم في مشاعره ممكن الضرب يكون رد فعل تلقائي. طب امتى نقول ان ابن عنيف فعلا؟ لو الضرب بيتكرر بشكل يومي او شبه يومي، او لو بيسبب اذى حقيقي للي حواليه، او لو الطفل بيعمل ده وما بيحسش بالندم، او لو الضرب بيحصل من غير مواقف استفزازيه. في الحاله دي لازم ناخد الموضوع بجديه ونشوف سبب المشكله ونحلها. طب سؤال مهم، ازاي اتعامل مع طفل اللي بيضرب زمايله؟ اول حاجه افهم الموقف، قبل ما تزعقي له اسالي ايه اللي حصل قبل الضرب، وهل ابنك كان متضايق فعلا، وهل الضرب ده كان رد فعل ولا بدايه اعتداء. الفهم هو اول طريق للعلاج. بعد كده ما تعاقبيش الطفل بالضرب، الطفل اللي بيتضرب بيتعلم ان العنف وسيله طبيعيه لحل المشاكل. بدل كده استخدمي اساليب العقاب التربويه، زي مثلا انك تحرميه من اللعبه او تخصصي وقت للهدوء او تخليه يعبر عن الزعل بطريقه هاديه وواضحه. بعد كده علميه البدائل، قولي له لما تتضايق تعالى قول لي، او لما صاحبك ياخد لعبتك قول له من فضلك رجعها لي. خليه يعتمد على الكلام والحوار. بعد كده امدحي السلوك الايجابي، كل مره طفلك يتعامل بهدوء امدحيه وقولي له انا فخوره بيك علشان اتكلمت من غير ما تضرب، او برافو عليك انك قلت رايك من غير صوت عالي. حاجه كمان مهمه انك تبعديه عن المحتوى العنيف، يعني راقبي الكرتون اللي بيتفرج عليه والالعاب اللي بيلعبها. كتير من الاطفال بيتعلموا العنف من الفيديوهات او الالعاب الالكترونيه اللي فيها ضرب وقتال. طب سؤال، ازاي اشرح لابني ان الضرب غلط؟ خلي كلامك بسيط ومناسب لسنه، يعني قولي له لما تضرب صاحبك بيتوجع، الضرب مش بيفيد والحل اننا نتكلم. كمان ممكن تستخدمي القصص علشان توصلي له الفكرة، في كتب كتير للأطفال بتشرح المشاعر والعنف بطريقة بسيطة. سؤال مهم بتسأله أمهات كتير، أعمل إيه لو ضرب طفل تاني قدام الناس؟ في اللحظة دي اسحبي ابنك بهدوء وابعديه عن المكان واتكلمي معاه وفهميه إن الأسلوب ده مش مقبول تماما وإن في كلام تاني لما نوصل البيت. وما تحاوليش تهينيه أو تزعقي له قدام حد علشان ده ما يتطورش معاه لشعور بالخجل أو العناد. وفي النهاية مهم جدا تعرفي إن طفلك مش شرير ومش طفل مش متربي زي ما الناس بتقول، هو بس محتاج يتعلم إزاي يعبر عن نفسه من غير ضرب. ومع الصبر والفهم والتوجيه الصح هتقدري تخلي ابنك يتخلى عن العنف ويبقى طفل محبوب ومتفهم. وما تنسيش تشاركينا في الكومنتات ابنك حصل منه موقف زي كده قبل كده ولا لأ، وشاركينا بنصيحة تفيدي بيها كل أم. وما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة.